الدسترون ده بيعمل ايه؟ بيساعد في التحكم في ضغط الدم. طب ازاي؟ هي دي بقى الفكره اللي بقول لك عليها. ما تقوليش هو بيساعد في تظبيط ضغط الدم، قول لي ازاي؟ انا عايز اعرف تفاصيل. عن طريق التحكم في توازن البوتاسيوم والصوديوم. كده افهم. ازاي بقى؟ ما انا عندي الصوديوم لما بيزيد في مجرى الدم بيرفع لي ضغط الدم، حلو؟ طب لما الصوديوم بيقل يبقى ضغط الدم بيقل. طب البوتاسيوم العكس صحيح بالظبط. البوتاسيوم لما بيزيد في مجرى الدم الضغط بيقل. طب والبوتاسيوم لما بيقل في مجرى الدم الضغط بيزيد. عشان كده الناس لما بيبقوا عايزين بطولات وبيجهزوا البطولات وعايزين يسحبوا الميه فبيقللوا من الصوديوم ويزودوا في البوتاسيوم، وبياخدوا الميه مش الميه اللي هي اللي موجوده دي اللي بتبص كده عليها هتلاقي فيها صوديوم 29 بوتاسيوم 1. 29 1 لا، تقوم انت بقى شايل دي كده على جنب وتقوم جايب ميه زي ميه فلو، هتبص هتلاقي العكس، ان البوتاسيوم 12 14 الصوديوم 1 او 0. فهي الفكره هنا انت بتعتمد بكل دقه على كميه الصوديوم والبوتاسيوم. انت هنا بتدخل صوديوم قليل وبتدخل بوتاسيوم كتير. بوتاسيوم هيطرد ميه من الجسم وهيخلي ايه؟ هيخلي ضغط الدم يقل. طب لو حصل العكس، لو الصوديوم كتير هيخلي ضغط الدم يزيد وتخزين الميه اكتر، والبوتاسيوم لو قل هيحصل نفس المشكله. فعشان كده انت لازم تبقى فاهم تلاعب الصوديوم بالبوتاسيوم، ودول هنتكلم عليهم برضو بالتفصيل في ايه؟ المينرالز بتاعت المعادن.